بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني اعزائي الحضور، ارحب بكم جميعا هنا في ملعب الوعد الصادق وفي امسيه اخرى من امسيات بطوله الصداقه الكرويه لكره القدم التي ينظمها فريق الدعوه الرياضي في مباراه اليوم والتي تجمع ما بين فريقي الشادي وفريق الجزيره. عندي وفي هذا المؤتمر الذي يسبق المباراه على يميني رجل اعلامي كبير ولاعب كره قدم نجم سابق ومدرب قدير الاستاذ والمهندس يونس الفهدي، ومعي على يساري كذلك المدرب القدير الكبير علي عبد الله مدرب فريق الجزيره. في البدايه ارحب في الكباتن الكرام وابدا السؤال مع المهندس او الكوتش الكبير يونس الفهدي. كوتش يونس، اول حاجه نرحب بك هنا في بلادك ونهنيك لوصول الشادي الى هذه المرحله، ونسالك بدايه عن استعدادات فريق الشادي لهذه المباراه. مساك الله بالخير. في البدايه كل عام والجميع بخير، وكل عام ومولانا جلاله السلطان الله يحفظه ويرعاه بصحه وعافيه باذن الله. اول شيء انا سعيد انه اجلس امامكم مع الكابتن علي، وايضا سعيد ان نوصل لهذا الدور ودور 16 في هذه البطوله الجميله الرائعه، وان شاء الله نسال الله التوفيق ان شاء الله من خلال مباراه اليوم. انتقل بالسؤال الى الكابتن علي عبد الله مدرب فريق الجزيره. كابتن علي، نهنيك على الوصول الى هذا الدور ونرحب فيك كذلك في بلدكم الثاني. كوتش، مباراة ربما مع واحد من اقوى فرق الدورة، استعداداتكم انتم في فريق الجزيرة كيف كانت امام هذا الفريق الكبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اولا اشكر الادارة هذه اللي قايمة بهالدور الكبير. يعني احنا استعداد الحمد لله رب العالمين، استعداد كبطولة وليس كدورة. هني ما تنقسم لقسمين، خلاص وصلنا للمرحلة هذه مرحلة خلاص، يا انك طالع يا انك تصعد، ولذلك احنا استعدنا لهذه المباراة، مباراة قوية، يعني مباراة نهائي وليس مباراة عادية. ولذلك يعني فريق الشادي ما شاء الله معروف في السيف، ومعروف ما شاء الله في صفن عمان، ولذلك ان شاء الله استعداد ان شاء الله يكون في المستطيل الاخضر هو اللي يحكم بيننا وبين فريق الشادي ان شاء الله. اهم حاجه نشرف ان البطوله هاي تطلع بالطيب، تطلع كما شرفنا بدايتها. السؤال الثاني الى المدرب يونس الفهدي. كابتن يونس، لاحظنا فريق الشادي في الدور الاول بعد بدايه قويه لاحظنا نوعا من التعثر او نوع من التخبط، نوعا ما نقدر نسميه تخبط، على اساس ان الفريق ربما نجا من عثرات او تعثر بالفعل في المباراه الاخيره في الدور الاول. سبب هذا التعثر وسبب نزول المستوى في فريق الشادي؟ شكرا جزيلا. اول شيء ايضا يعني بالنسبه لمباراه اليوم مع فريق الجزيره، انا من الفرق اللي اعرفهم كثير، وايام صغير انا لعبت في الخابوره كثير، كنت ازور بعض الاصدقاء في الخابوره، ولهذا انا من الناس اللي ايضا معجب بالفرق الاهليه في الخابوره بصوره عامه. فريق الجزيره فريق محترم وفريق قوي وفريق عنده اسماء ايضا جميله، ولهذا احنا نتشرف ان نلعب اليوم ضدهم ان شاء الله من خلال هذه المباراه، بغض النظر عن الفوز والخاسر من خلال مباراه اليوم. اهم حاجه ان نستمتع في المباراه، اهم حاجه ايضا ان نظهر بصوره طيبه مثل ما ذكر الكابتن علي من خلال مباراه اليوم، ونطلع بصوره تليق ايضا بسمعه الفريقين. بالنسبه لسؤالك، انا دائما مؤمن بشيء واحد، انه الخط المستقيم احيانا ما يعطيك الامور التوضيحيه بالنسبه لما يدور خلال الفريق. ربما الخساره في المباراه قبل الاخيره اعطتنا الكثير من التفاصيل، خاصه في الامور السلبيه اللي احنا ما كنا منتبهين لها بالنسبه للبطوله. المباراه الاخيره وتعادلنا الاخير، عموما تكسب تعادل هو كان كافي بالنسبه لنا احنا انه نصعد لهذا الدور. اليوم مرحله جديده بالنسبه لنا كفريق الشادي، واللاعبين عارفين هذا الشيء، انه اليوم بطوله جديده. فوزنا اليوم، تاهلنا اليوم، يعني راح يعطينا انطباع انه احنا رايحين الى طريق البطوله، خاصه اذا حققنا الفوز على فريق الجزيره، وهذا اللي نتمناه. في بطوله اليوم انا ما اريد ارجع للخلف، اريد افكر في مباراه اليوم، اعتبرها بطوله جديده ويوم جديد، وايضا مستوى اخر راح نشوفه اليوم فريق الشادي. مثل
ما قال كابتن علي، هذا الاستعداد هو كان للبطولة أكثر ما هو استعداد لفريق مباراة اليوم. السؤال الثاني كذلك الكوتش علي عبد الله مدرب فريق الجزيرة. كابتن علي، بما انكم تقابلون فريق الشادي بمدربه المعروف برئاسة اسعد العامري، انسان معروف كذلك في الساحة الرياضية، هل وجدتم نوع من الضغط على لاعبينكم او حاولتم انتم كجهاز فني في فريق الجزيرة انكم ترفعون الضغط هذا عن اللاعبين، ام انه لا يوجد اي ضغط على لاعبي فريق الجزيرة؟ بصراحة احنا كان استعدادنا كان ذهني بداية الأمر قبل اللياقة، لأن الضغط على الشباب الأغلبية شباب صغار، والأغلبية ما شاء الله عليهم الحين ظاهرين. وصحيح مثل هالبطولة ومثل هالفريق اللي بنواجهه ما شاء الله الكابتن يعني معروف غنى عنه، ولذلك احنا استعدينا كما نقول الذهني أكثر عن اللياقة وأكثر عن الفنية للشباب، والحمد لله رب العالمين استعدادهم طيب، وان شاء الله نشرف اليوم بالمباراه الطيبه ان شاء الله. السؤال الاخير كلمه بسيطه ننتظرها من يونس الفهدي لما رآه من تغطيه سواء كانت اعلاميه او حتى على المستوى الاجتماعي من خلال مقابلاته مع اللجنه المنظمه او مع اللجنه الامنيه واللجنه الاعلاميه. كابتن يونس، رايك فيما تراه وفي حسن التنظيم في بطولة الصداقة؟ أول شيء أنا أشيد بالكابتن علي لأنه حضر فريقه تحضير جيد، خاصة الحضور الذهني أهم ما في هذه البطولات، واللاعبين صار مثل ما ذكرهم هم اللي رايحين يتعبونا في مباراة اليوم، لأنهم لاعبين عندهم الحماس وعندهم الرغبة في أنهم يحققوا. أتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، خاصة اللاعبين الصغار، ويظهروا بصورة طيبة. ما أتمنى لكم طبعا توفيق إنه عشان تفوزوا علينا، أتمنى إن شاء الله تقدموا مستوى طيب خلال التغطية. طبعا بقيادة المايسترو صالح البارحي الأخ العزيز، يعني ما يحتاج لنا تعليق، وأيضا إدارتكم في اللجنة الإعلامية ما شاء الله عليكم، يعني بطولة أفضل من بطولات تقيمها أو نقدر نقول يقيمها ربما اتحاد معين ما نذكر يعني، لكن كتغطية إعلامية من خلال الواتساب، من خلال المواقع، من خلال الأخوان أيضا اللي يصوروا، من خلال تنزيل الصور، تنزيل الفيديوهات، بصراحة يعني فعلا حاجة تثلق الصدر. إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله من خلال التغطيات، وهذا الشيء ما غريب عليكم، أنتم فريق تبيعوه ما شاء الله، فريق قوي وفي كل المجالات، في القوة الإعلامية والقوة أيضا في المستوى الفني. وأتمنى إن شاء الله الجمهور يتابع مباراة طيبة، استمتع من خلال مباراة اليوم. أتمنى الكابتن علي التوفيق إن شاء الله اليوم، ربما يتغلب علينا فنيا لأنه أيضا صاحب خبرة في الفرق الأهلية، فإن شاء الله أتمنى له أيضا التوفيق من خلال مباراة اليوم. شكرا لك أيضا على إدارتك الحوار، يعني أتوقع أنك أخاف أنك تروح أنت تكون مكاني في الاستوديو التحليلي في التلفزيون. شهادات شكرا عليك. شكرا للأستاذ يونس الفهدي. كسؤال أخير للكابتن عبد الله، سؤال شخصي، ماذا يمثل لك مواجهة مدرب قدير، نجم موهوب، إعلامي لا غبار عليه، شاهد لا يحكر ضيوفه ولا يتردد في طرح سؤال ربما ينظر الى المشاهد اكثر من نظرته الى الشخصيه التي امامه. انت كمدرب كابتن علي، ماذا تعني لك هذه المواجهه؟ بصراحة كانت تكون مواجهة صعبة علي، لأن الشخص هذا شخص قدير وعارف معنى الكورة، وعارف اللي كان يمثل المنتخب ويمثل الأندية، ولذلك يعني كما تقول اختبار لي أنا كيف أظهر اليوم ويظهروا اللاعبين، وإن شاء الله يكون يشرف الكابتن يونس واللعيبة والجمهور ما شاء الله. أنا بس عندي حاجة، أحب أشكر شباب حفر السور اليوم جايين يساندوا الفريق. شكرا. بالتوفيق، كل التوفيق نتمناه لفريق الشادي، نتمنى كذلك لفريق الجزيرة، نتمنى أن نشاهد مباراة كبيرة في المستوى، نتمنى أن لا يكون التكتيك بسبب المدربين الكبيرين هو ما يحجب عن مشاهدة مباراة ممتعة بإذن الله. أتقدم بالشكر إلى الكابتن القدير يونس الفهدي، أتقدم بالشكر كذلك إلى الكابتن القدير علي عبد الله. شكرا كباتن، وبالتوفيق إن شاء الله.